السلام عليكم. حلقة جديدة هنا معانا في القناة. ال- اللي انا هقوله لك دلوقتي ده هو كلام موثوق منه 100% من جانب نادي الزمالك. الكلام ده موثوق منه 100%. ايه هو الكلام الموثوق 100%؟ تعال افهمك واقول لك اللي بيدور حاليا جوه نادي الزمالك، وهيجنن كل اللي هيسمعوا الحلقة دي معايا. بص يا غالي، دلوقتي اللي بيدور حاليا في نادي الزمالك هو حول انتقال لاعبه اللي موجود حاليا هو مصطفى شلبي. طب هيروح فين مصطفى شلبي؟ هيروح نادي بيراميدز. طب مين اللي هيجي؟ هجيب مين هنا؟ عبد الرحمن مجدي. وهودي كمان مع مصطفى شلبي هودي محمد صبحي عشان نجيب عبد الرحمن مجدي من بيراميدز. عشان نجيب مين؟ عبد الرحمن مجدي من بيراميدز. طيب بالنسبه لزيزو، هو راجل كده كده جدد، لكن خلينا نتكلم ونقول وان امام عاشور في نادي الزمالك بنسبه 95%. شوف بقول لك النسبه اهي 95%. وانا المسؤول عن الملف ده عمرو الجنايني وهو حازم امام، الاتنين دول المسؤولين عن ملف ان هما يجيبوا امام عاشور من النادي الاهلي باقل سعر. الراجل كمان ممكن شاري الزمالك كان راح الاهلي، يعني الدنيا متلخبطه شويه. والازمه كانت ايام مرتضى والدنيا وي والكلام ده كله. طيب مين بعد كده من اللي هيحصل في النادي الاهلي ايه تاني؟ هو انتقال. شوف معايا بقى مين اللي هينتقل من النادي الاهلي، ركز معايا، لانه هو لاعب مهم وصاحب اهداف مهمه جدا في النادي الاهلي، وهو يعني من الركائز الاساسيه في النادي الاهلي. وكمان يعني طلع في واحد تاني كمان طالع اعاره وهيرجع تاني، بس هيرجع نادي الزمالك. احمد عبد القادر هو اللي جاي من قطر وهيرجع على النادي الاهلي، وهيقعد طبعا السنه الباقيه ويرجع على نادي الزمالك السنه اللي مش الجايه، لا اللي بعدها. تمام. طب مين بقى اللاعب اللي بقول لك عليه ده؟ هو محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه اللاعب اللي انا بتكلم عليه هو اللي يجي من النادي الاهلي نادي الزمالك. ليه؟ لان الراجل ده عقده يخلص السنه دي. تمام. وكلنا عارفين، والنادي الاهلي وعم حارس ومحمد الشناوي وكابتن محمد رمضان والناس دي كلها عارفه النادي الاهلي يعني مش عايز محمد مجدي قفشه الفتره الجايه، لان هو عنده امام عاشور، وكمان هو جاب لعيبه تانية قويه. فمحمد مجدي قفشه وجوده في النادي الاهلي اصبح صعب جدا، وخصوصا ان هو في النادي الاهلي من 2019 لغايه دلوقتي. والدنيا يعني ايه مأزمه شويه في النادي الاهلي بخصوص محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه مع النادي الاهلي صاحب هدف القاضيه في نادي الزمالك، وهو صح بصراحه هدف يعني احزنني انا شخصيا، بكاني ليله كامله. ان انا اللي انا كنت متعشم قوي في نادي الزمالك ان هو يكسب المباراه دي، لان الزمالك كان قوي جدا في المباراه، وكمان مخليني عارف ان انا هكسب الماتش ده، ان هو بادئ المباراه بريتم عالي جدا، ان هو ضاغط على النادي الاهلي. حتى هدف عمرو السولية بعد كده الزمالك ما بقاش ماسك كوره بس، لا ده هو اللي بقى يروح ويجي بالكوره. حتى هجمات النادي الاهلي كانت ضعيفه باستثناء كوره حسين الشحات اللي جت في العرض. كوره حسين الشحات اللي جت في العرض. كمان خلينا نتكلم ونقول ان محمد مجدي قفشه هو صاحب اهداف كتير مؤثره زي ما قلنا، لكن في ازمه بتقول لك هو ليه الراجل ده مش هيجمع. اقول لك انا، في خناقه كانت حصلت مع كولر ايام ما كان عامل الراجل ده لقاء مع ابراهيم فايق، وقعد يتكلم كتير جدا وهاجم كولر وهاجم امام عاشور كمان وسعد عبد الحفيظ، وقال لك ان الزمالك تروح لعيبه ما تستاهلهاش بسبب تصويت الجماهير وي والكلام ده كله. وكمان بيقول لك احسن هدف في الدوري اتكلم في حاجات كتيره جدا في سياق الكوره، لكنها هتأثر عليه هو في الفريق بعد كده. يعني الراجل مشواره هو بتأثر، ونادي الزمالك مستعد يدفع رقم كبير جدا في محمد مجدي قفشه. الراجل لسه برضك مش كبير، الراجل عنده 29 سنة، فالراجل مش كبير. فهو الراجل ده هيعمل ان شاء الله مستوى كويس مع نادي الزمالك، طبعا بمساعدة كل اللعيبة الموجودة حاليا في نادي الزمالك. حلقة ان شاء الله جاية وهقول لكم خبر مهم جدا عن نادي الزمالك في النادي الاهلي. السلام عليكم.